أفادت مصادر إعلام مغربية أن القوات المغربية توغلت داخل ما يعرف بالمنطقة العازلة بالمناطق الحدودية، بحيث تأتي هذه الخطوة تمهيداً لفتح معبر حدودي جديد مع الحدود الشمالية للجارة الجنوبية موريتانيا. وحسب الصحافة المغربية، يأتي مشروع هذا المعبر البري الجديد في سياق تنفيذ المشروع المغربي الضخم، والذي يهدف إلى ربط دول منطقة الساحل على غرار مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو بالموانئ المغربية. وفي هذا الإطار، أجرى مؤخراً وزير التجهيز والماء المغربي بالعاصمة الرباط مع نظيره وزير التجهيز والنقل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية لقاءً بشأن مخطط توسيع الشبكة الطرقية المغربية، والتي ستخترق ما يسمى بالمنطقة العازلة، بحيث أطلع المسؤول الموريتاني على المخطط المغربي الساعي إلى إيصال الشبكة الطرقية إلى أقصى نقطة على الحدود الموريتانية. مراقبون للشأن المغاربي اعتبروا المخطط المغربي لتوسيع الشبكة الطرقية وإيصال محاورها إلى دول منطقة الساحل رداً على مخطط الجزائر في محاصرة المغرب اقتصادياً في القارة الإفريقية. وكانت الجزائر قد عملت بحر الأسبوع الجاري على فتح معبر حدودي مع موريتانيا، بحيث أشرف كل من عبد المجيد تبون ونظيره الرئيس الموريتاني على تدشين أول طريق حدودية تربط الجزائر بموريتانيا.